خرجت اليوم جماهير المثنى تستنكر وتدين بشدة الاعتداء الغاشم على غزة، غزة الإباء وغزة الحرية. إن شاء الله فلسطين ستبقى حرة وعربية، ونحن ننتظر الفتوى المباركة بإذن الله قريبا من أجل أن نذهب بالسلاح لتحرير فلسطين كاملة وإنهاء هذا الكيان الغاشم بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبفتوى المرجعية وبسواعد العراقيين إن شاء الله. تقف جماهير السماوة بكل فخر واعتزاز وتعلن وفاءها للإسلام وللحسين وللمجاهدين. نقف اليوم هذه الوقفة المباركة لنقول للعالم أننا مع فلسطين، مع الحق السليب، مع المجاهدين، مع الضحايا، مع الشهداء التي تسيل دماؤهم لتروي القلوب وتحيي الإرادات التي حرس الأمريكان والاستكبار العالمي والصهيونية والوهابية للقضاء على إرادة الشباب. ولكن هيهات. أبناء محافظة المثنى مشهود لهم بالوقفة ومشهود لهم أيضا بالحضور في كل المعارك التي حصلت في العالم العربي، سواء في 67 و73، واليوم يجددون العهد للوقوف إلى جانب فلسطين وتحريرها من السيطرة الصهيونية المقيتة التي الآن أبادت الشعب الفلسطيني. وهم أبناء محافظة المثنى يجتمعون هذا اليوم ليعلنوا الولاء السياسي وأيضا الولاء العسكري إن شاء الله للوقوف إلى جانب الفلسطينيين في هذه المعركة الحاسمة.